نصل إلى أصحابه سلام الله عليه. عند أصحابه الخاصون في غيبته، أصحابه سلام الله عليه في الغيبة الصغرى كان له وكلاء، كان يلتقون به وكان له أصحاب، وفي الغيبة الكبرى له أصحاب. أصحابه في الغيبة الكبرى هم الأبدال الثلاثون. الغيبة الصغرى يعني يعيش حياة طبيعية متخفي. الغيبة الكبرى لا، ينتقل إلى الغيب كاملا كالخضر، ويكون له برنامج جديد. الذي يريد أن يعرف ماذا يشتغل الإمام سلام الله عليه بغيبته فليقرأ آيات الخضر في سورة الكهف، يشوفها من رجال الغيب، من جنود الله في الغيب، وأنه بيعمل بالعلم اللدني. وإجا موسى يتلمذ عنده قال لا، ما أسجلك بمدرستي، أنت ما تصلح. قال له دخيلك، قال له إذا مشيت وياي إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، لن تستطيع معي صبرا. أنا أعمل بالعلم اللدني، أنت تحاسبني بالشريعة وبالحكم الظاهري، ما ترهم هذه. فلذلك ومشى يومين معه موسى، قال له هذا فراق بيني وبينك، بعد ما تتحمل روح على شغلك عم يدير بني إسرائيل وأنا أظل بشغلتي. إذن لله جنود السماوات والأرض، ومن جنوده الخضر اللي كشفه لنا ليقوم بمهمات في شرق الأرض وغربها ويعمل بالعلم اللدني. والآن لما الإمام المهدي سلام الله عليه انتقل من الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى، يعني دخل في برنامج عمل مثل الخضر، ووصل الله وحشة بالخضر وحشته وآنس وحدته، فبعث له الخضر وقال للخضر أنت خذ برنامجك من هذا. فالخضر يأخذ علمه اللدني من الإمام روحي له الفداء. ثم معه 30 نفرا، 30 نفرا، والأئمة كانوا يخبرونها كل التفاصيل، أخبر بها الأئمة قبل ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه. عندنا رضوان الله عليه الفضل ابن شاذان الأزدي، أقارب الخليل الفراهيدي الأزدي النيشابوري، هذا معاصر الإمام العسكري سلام الله عليه. واحد يقول من أصحابه، هو كان شايب في نيشابور، من أصحابه يقول رحت للإمام العسكري وسألت مسائلي وبلغت سلام الفضل بن شاذان، وقمت لما قمت وقعت مني سرة فيها كتاب. قال ما هذا؟ قلت له هذا كتاب الفضل بن شاذان. قال إني لأغبط أهل نيشابور بوجود الفضل فيهم. هذا الفضل بن شاذان ألف كتاب الغيبة قبل ولادة الإمام المهدي، أن 12 من أهل البيت يغيب وما يحدث في غيبته. كتاب الغيبة للفضل بن شاذان مؤلف قبل ولادة الإمام، مؤلف له الفداء، وهذا من معجزات الشيعة. من هذا الكتاب قول الإمام الصادق سلام الله عليه قبل ولادة الإمام مؤلف له الفداء، وهذا نعمل منزل طيبة. من هذا الكتاب ب30 قول الإمام الصادق سلام الله عليه له أصحاب خاصون الله يختار ليهم الأبدال 30. إذن عند الأبدال 30 والخضر ماذا يشتغل الأبدال 30؟ لماذا سموا أبدالا؟ لأنه يعيشون أعمارهم الطبيعية
وكلما مات أحد منه يبدله الله برجل غيره. لما مات يموت. طيب حينئذ كيف يختار الله رجلا غيره؟ أنا أروي قصة هذا الخادم المدرسة في تبريز، أرويها عن الشيخ الوحيد عن الشيخ اللي عاصرها. يقول كان عندهم خادم مدرسة نموذج في الأخلاق، يخدم المدرسة، يكنس وينظف ويقول للطلبة من يريد شيء أنا رايح للسوق أشتري لكم، ويقوم بما عليه وأكثر. يقول لي في ليلة أنا قمت لأصلي صلاة الليل، هو عنده غرفة صغيرة تحت الدرج، فرأيت نورا من غرفته. يقول ذهبت قريب منها أسمع كلامه هو كلام الآخر جاي يتكلم ويا واحد، كلام الثاني ما أسمعه. يقول بعدين راح النور، من راح النور أنا دقيت الباب. قال ها شيخنا شو تريد؟ قلت له فلان صاحب الزمان كان عندك. قال له شيخنا الله يرضى عليك شنو هالكلام هذا؟ قال له أحلفك وأنا عندي علامة، ترى بكرة أقول للطلاب كلهم كان نور غير عادي في غرفتك. قال له إذا تعطيني كلام أنك ما تقوله إلا بعد أن أروح أقول لك. قال نعم. قال له أنا إجا قال لي أنه اخترناك، مات أحد الأبدال واخترناك بداله، وبكرة الظهر مع الأذان أن تكون في صحن المدرسة احنا ناخذك. يقول أنا بعد ما نمت ولا صار عندي شغل إلا أراقبه، كان يوم الأربعاء مثلا كان يشتغل شغله طبيعي إلى أن صار يوم الجمعة من الصبح، هو صلى الصبح وكمل كنس المدرسة، وبعدين قريب الظهر إجا غسل ثيابه ونزل اغتسل بالحوض ونشف ثيابه ولبسها ووقف وتوضأ، وحتى حذاء غسله ونشفه، وقريب الظهر واقف عند الحوض وأنا عيوني مسلطة عليه وإذا به لا يوجد. هج فلان يا فلان مجد فلان، راح. هذا يأخذوه للإمام سلام الله عليه، يقول له أنت مسؤوليتك شيء الفلاني، مثلا المؤمنين اللي في حالة مرض ولازم الله يعطيهم الشفاء، هذه هو اللي شغلتك، فأنت تروح إلى المستشفيات حسب ما تؤمر. لو واحد أنت مهمتك في هالبلد الفلانية، واحد لا على مستوى سياسي، يقول له أنت مهمتك في العلاقات بين الدول. كيف؟ أنت تروح تتحرك، ما تحتاج إلى جواز وما تحتاج إلى طيارة، وتنتقل كما تشاء في العالم وتختفي عندما تشاء، تدخل إلى البيت الأبيض، إلى الكنيسة، إلى قصر فلان، إلى عند فلان، تدخل على حسب حاجتك وتنفذ المأمورية التي أعطيتها. إذن جنود الله في الغيب 30 نفر يعملون. لاحظوا أنه نمط عمل الخضر، سفينة جديدة خرقها، طفل يلعب مع الأولاد كتلة، حائط واقع عمره، مشكلة هاي. الهدف منها خدمة المؤمنين. هؤلاء يقومون بمهمات في أرجاء الأرض هدفها خدمة المؤمنين وحفظهم
وحفظ مجتمع المؤمنين ودولة المؤمنين، وحفظ مجتمع العراق، مجتمع إيران، حفظ المؤمنين واحد واحد وجماعة، حفظهم والدفاع عنهم، وحتى يسير العالم إلى نقطة الظهور. هذا شغلهم. وأنواعهم أنواع. واحد حج عادي فقير شغلته في القرى والأرياف، واحد شغلته لا سياسية في بين الدول، واحد شغلته بهالبلد. والخضر له مهمات. والإمام سلام الله عليه، الإمام في ليلة القدر ينزل عليه أمر الله، برنامجه مكتوبا من الله عز وجل في أمر نفسه وأمر الناس. أنت ماذا تعمل هذه السنة؟ وهذا وزع على الأبدال والخضر، كل واحد بما يناسبه. إذن هؤلاء الأبدال للآن هو معهم، فإذا قريب ظهوره سلام الله عليه، الله يختار له 313 هم زبدة العالم يأتون ويبايعونه. ممكن بعضهم من الأبدال، وممكن بعضهم يعرف أنه هو سيكون من الأنصار وبعضهم ما يعرف. هؤلاء يكونون معه أصحابه الخاصون 313 سلام الله عليه وعليهم، وكل واحد منهم بمرتبة سلمان، عنده الاسم الأعظم. وهؤلاء بعد أن ينتصر على الروم مع عيسى والعالم كله يصير معه، يقسم العالم إلى 313 ولاية، وكل واحد منهم حاكم ولاية. والحمد لله رب العالمين.